قلبت بيتي مطعم. تعالوا نشوف عملنا ايه النهارده. عملنا بطاطس الترند، بطاطس الجمبري بخلطة حلوة قوي وتتبيلة حلوة قوي وقرمشة مش عاوزة اقول لكم حكاية. تعالوا اقول لكم بقى عملناها ازاي في الفيديو ده. وعملنا معاها صوص الفلفلة او دبس الفلفلة اللي هو الكاتشب السبايسي. الفيديو ده بقى في كله وصفات سهلة وسريعة علشان خاطر البحر والخروجات. تابعوا الفيديو للآخر هتستفادوا. وبصدر واحد من البانيه عملت وليمة، بجد وليمة. بصوا ما شاء الله، كل الحواوشي ده عاملاه بالفراخ وبصدر واحد بس. تابعوا الفيديو للآخر هتستفادوا. ما شاء الله الأكل كان حلو وسهل وسريع جدا وهيعجبكم. بصوا بقى الحواوشي وهو طالع من الفرن مش عايزه اقول لكم بقى حلوة ريحته. قوي. يلا بينا بقى نسمي بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا لو انتوا بقى بداتوا الفيديو معايا ولسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا وتنزلوا تحطوا اللايك للفيديو وتعليق من حلو زيكم. انا بفرح قوي بتعليقاتكم. انا كان معايا بقى نص كيلو من البانيه، صدر واحد فراخ مخلية زي ما انتوا شايفين كده بس مش متقطعة. هقطعها تقطيع عشوائي وهنزل عليها بصلاية كبيرة، قرن فلفل احمر، قرن فلفل اصفر، 2 سبايسي، واحد رومي برضو اخضر. وهحط كل دول في الكبة. فرمت طبعا البانيه الاول وبعد كده هنزل عليه بالخضار وهفرم كل الكلام ده في الكبة. بعد بقى ما فرمنا كل حاجة في الكبة هنحط بقى عليها التوابل بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بهارات فراخ، ملح، بابريكا، شوية كمون على كزبرة بس صغيرين خالص. هنقلب بقى التوابل كويس قوي كده في الخليط. بصوا ما شاء الله، نص كيلو البانيه بقى قد ايه؟ بقى تقريبا كيلو وشوية، يعني معدي كيلو من الخلطة من الخليط. ما شاء الله بصوا الالوان بقى بتاعته، الواناته حلوة قوي وريحته حلوة قوي. متبل بقى كويس. هضيف عليه برضو 3 معالق من الزيت وهركنهم على جنب. وهخش بقى على العجين. معايا 3 كوبايات من الدقيق، هنزل عليهم رشة ملح، معلقة سكر، معلقة خميرة صغيرة علشان خاطر طبعا الجو حر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر برضو علشان خاطر العجينة تبقى هشة. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. هننزل عليهم بكوباية من اللبن الرايب او اللبن الحليب او الزبادي، يعني